والميدان في آن الوقت. يوسف طزير، المنتخبات العربية وقصة مشاركتها في تاريخ المنافسات العالمية لا تتعدى إلا الدور الثاني. بكل صراحة، من هو المنتخب العربي الذي تراه الأقرب للتأهل للدور الثاني؟ هل المنتخب السعودي؟ هل المنتخب القطري؟ هل المنتخب التونسي؟ أم المنتخب المغربي؟ والله كمان لابد ان يعني نشوف يعني مجموعات المنتخبات العربيه. مثلا انا اتفائل خيرا للمنتخب القطري، عنده الاكوادور والسنغال وهولندا. لو يعرف كيف يتفاوض مع الاكوادور في المباراه الافتتاحيه ممكن يروح للدور الثاني، لان صحيح. في المباراه الثانيه راح يواجه السنغال اليوم راهي بدون ساديو ماني، وبصراحه يعني انا شخصيا مستواها ما قنعنيش يعني مع في الاشهر والاسابيع الاخيره رغم تتويجهم بكاس افريقيا. بالنسبه للسعوديه راح يلعب في المجموعه الثالثه الى جانب الارجنتين والمكسيك و